السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الكرام، مرحبا بكم في قناة ريد أنفو، وندعوكم للاشتراك بالقناة إن أعجبكم الفيديو طبعا، ولا تنسونا بضغط زر اللايك. شكرا لكم. أولا سوف نتكلم على قائمة جمال بالماضي التي ظهرت أمس، والتي كما يقولوا فيها وعليها، فيها وعليها بزاف صوالح. ديجا التوقيت تاعها، التوقيت اللي طلقاته فيه الاتحادية الفيديو، كما يقولوا التوقيت هي على باش الفضيحة اللي صرات طبعا تاع المنتخب النسوي، الفضيحة الكبيرة وكبيرة جدا التي لم تحدث في تاريخ الاتحاديات الوطنية. لم تحدث مثل هذه الفضيحة. لا أدري كيف نساو ما سجلوش للمنتخب، اش كانوا يديروا. كما قال لك كانوا لاهين بالمشاكل تاعهم والمناصب راكم تعرفوا واش كاين ليكيب. ليسونسيال كما يقولوا، حنا نهضروا على التشكيله من بعد نقولوا لهم هما التشكيله التي عرفت عوده كل من فيكتور الكحل، عوده لوسيف. اعتقد نشوفوهم، نزيدو نشوفوهم، ما شفناهمش، نزيدو نشوفوهم. لوسيف اللي يقدم في موسم ممتاز مع فريق اتحاد العاصمة، اللي في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. الكحل، فيكتور الكحل توج بأحسن لاعب في فريق على ما أعتقد، وأحسن لاعب في الليغ 2 في وسط الميدان. شوفوهم. طبعا أول استدعاء لحسام عوار للمنتخب الوطني أخيرا. مرحبا به، ومرحبا قال لي قدم الإضافة، مرحبا به. زيد شكون تاني؟ بعد إصابة بن ناصر أنا كنت متمني قادري يزيد يعيط له ونزيد نشوفوه. ما ما بانش، مازال ما عطاش فرصة مليحة جمال بالماضي. ما فهمتش علاه. كاين ناس دات فرص كتيرة، هو كل مباراة اللي لعبها قدم فيها لعب قال مباراتين ولا مباراة مع إيران، والشوط الثاني في تونس في المباراة اللي فاتت. ما قدم مستوى جيد، ولكن لا ينال ثقة المدرب جمال بالماضي. لا نعلم لماذا، ولكن على العموم وسط الميدان الجزائري فيه كان أسماء جيدة، كان أسماء ممتازة. من طالب، زروقي، حسام عوار، ولا ننسى سيدا حماد هذا عبد اللي تفرجت عليه انا عدة مقابلات، ويعني لاعب ممتاز، أبهرني أنا شخصيا. عنده إمكانيات بدنية وتقنية ورؤية في الملعب ممتازة جدا، عجبتني أنا شخصيا. أراه كما نقولوا في الوسط الميدان يكون هو وحسام عوار وبن ناصر، سيكون وسط ميدان ممتاز وممتاز جدا إن كان هاد الثلاثي على حسب وجهة نظري. طبعا أعطونا رأيكم نتوما تاني مشاهدينا الكرام. و شكون تاني في القائمة؟ شكون جديد؟ ساعة الأخرين نعرفوهم. قيطون شفناه في المباراة اللي فاتت. شايبي نعرفوه، بوناني نعرفوه، بونجاح يعود للمرة الثانية على التوالي، يستاهل في بلاصة ما كان ديلور. عندي ديلور اللي ما قدمش. محيوس أول استدعاء، يعني محيوس كان داير جدل كبير في وسط الشعب الرياضي الجزائري، خاصة بعد تداير ركلة جزاء الشهيرة. ولكن هذه كرة القدم، نهار الفوق نهار التحت، نهار تقدم نهار ما تقدمش، نهار الشعب يكون راضي عليك، نهار ما الشعب ما يكونش راضي عليك. ان شاء الله ان شاء الله نتمناو بما انه في المهاجمين كاين سليماني وكاين بونجاح اللي راهم
اخر كما قلت الكارير تاعهم، راها فلافات على الكارير تاعهم. وكاين محيوس وعمورة، نتمناو يكون محيوس يقدم اداء ممتاز، وين يكون هو قلب الهجوم تاع المنتخب الوطني. نتمناو ان شاء الله نزيدو نشوفوه، يعطيه فرصة جمال بالماضي، ونشوفوه. شوفوا كما قلت حنا مادام مازال ما سيناش ومازال ما لعبش مع المنتخب الاول، ما نقدروش نكريتيكو واحد مازال ما لعبش مع المنتخب الوطني الاول. نعطيوه فرصه كيما داو الناس بزاف فرص. كاين الناس بزاف دات فرص وما قدمتش، ومازالها تدي فرص. نتمناو يقدم الاداء المطلوب منه ان شاء الله. الدفاع، نتحدثوا على الدفاع، ما كانش حاجه جديده تقريبا. اللاعبين ما عدا بوسيف لوسيف، قلتلك بوسوف، لوسيف اللي قدم اداء ممتاز هذا الموسم مع اتحاد العاصمه. ان شاء الله نشوفوه، يعطيه الفرصه ونزيدو نشوفوه. هو كان يلعب اعتقد مع المنتخب الوطني، وان شاء الله نزيدو نشوفوه مع فيه التربص الجديد ان شاء الله. لكم هذه هي التشكيلة نشوف فيها جيدة ممتازة، تناسب نوعية المباراتين المقبلتين للمنتخب الوطني. والأهم من كل هذا هو الاستمرار في رفع المستوى المنتخب الوطني قبل كأس إفريقيا كوت ديفوار 2024. إن شاء الله نتوجوا بها بالنجمة الثالثة في تاريخ المنتخب الوطني. وهذا واش نقدر نقول، وشكرا لكم. وإلا كان عجبكم التحليل تاع التشكيلة، ديرونا لايك وسبسكرايب، ونتلاقاو في فيديوهات أخرين. سلام عليكم.